تعالوا ما تخافوش. ايه الاماكن اللي انت جايبنا فيها دي يا هاني؟ الله يخرب بيتك. انا الاماكن دي ما شفتهاش الا في الافلام، انما عمري ما شفتها في الحقيقه. انت يا عم القرموطه يعني هتشوفها فين في الحقيقه؟ قصده ما شافهاش لايف يعني. وبعدين مش كنا رحنا للبرنس اجدع؟ البرنس فهمنا وفاهمينه برضه وعارفين ايه اللي بيقدمه لنا. نيفر ايفر. انا رحت معاكم باشا عشان انتم ماي فريندز، لكن نو واي يعني لا طريق. انا مش فاهم يا عم هاني، الاسبوعين اللي قعدتهم في المانيا دول وقلبوا لسانك انجليزي علينا. بس برضه فكره، او نعيش لنا يومين يعني. هم اللي بيجوا يقعدوا في المطاعم دول احسن مننا في ايه؟ دي ناس زباله كلها. بقول لكم ايه، مش عايزكم تتخضوا من اي حاجه. الكلام الانجليزي بتاع الاكل اللي هتطلبوه ده هو شكل العربي بالظبط. يعني مثلا البطاطس بوتيتوس. يا سلام، البطاطس بوتيتوس. طب والطماطم؟ توميتوس. طب والموز؟ يبقى اكيد موزيزوس. صح، موزيزوس. ويا سلام لو معانا 2 موزيزوس هنا في القعده. احنا في مكان محترم. يعني نعمل ايه في المكان المحترم؟ يعني نضرب سلام للمكان المحترم يعني. كده يا جماعه. بس يا جدعان الجرسون جاي. بس هدوء للجرسون. مساء الخير. مساء النور. يعني اوردر اي خدمه؟ انا عايز ده. اختيار هايل يا حضرتك. ده بقى اسمه اسكارجو. والله؟ ويز ذا وايت دريسنج ولا الريد دريسنج؟ زي ما باخده انا على طول. طب حضرتك ممكن نضيف عليها باربيكيا؟ ضيف ربابيكيا. ويز بقى هواين سلطه؟ مفيش مشكله، هواين سلطه. اوكي. وحضرتك؟ انا زيه كده. يعني حضرتك ممكن يبقى ويز كوارتا فورماج ولا نابليون؟ احنا هنتغابى بقى ولا ايه؟ الاثنين دول ما بيمشوش مع بعض. انا قلت زيه بقى خلاص. طب حضرتك ممكن اجيب لك فاهيتا؟ لو هي اللي هتجيب الاكل بنفسها هات. طب وحضرتك؟ زيهم بالظبط. يعني حضرتك اجيب لك باربيكيا؟ بقول لك ايه، هتخش لي شتيمه بالام مش هتخلص معايا، واسال احمد ادم. طب حضرتك ممكن اجيبها لك ريم ولا ويلدان ولا ميديم؟ اكس لارج 42. انجز. طب وحضرتك؟ بص بقى يا معلم، انا عايز ايه؟ نص فرخه بحقه حقيقي تجيلي في الطبق كده، انا ادب فيها براحتي يا معلم. يعني تشيكن وينجز؟ لا انا عايز نص فرخه. ايوه حضرتك اسمها تشيكن وينجز. هنقول تشيكن مش هنقول، هي نص فرخه وينجز. بكام؟ بحوالي 25 جنيه بس. ماشي، على قد كده. انزل يا معلم الطبق نص فرخه وشويه سلطات وبتاع، روقني يعني. اوكي. اتفضل. هات المانيوال ده. ماشي. ده اسمه كلام؟ لازم تفضحنا وتقول له ما هو قال لك تشيكن، تقول له فراخ. ما هي التشيكن هي الفراخ. الله يرحم ابوك كان بياكل التشيكن بريشها. العب. اكل جه. يا سلام. اتفضل. ده بتاع مين المرهم ده؟ بتاع الاستاذ. اتفضل. شكرا. اتفضل. يا ابني ما انتوا لو عشنا عيشه اهاليكوا كان هيجي لكم فراخ بحقه حقيقي. ايه ده فعلا ده؟ يعني ده لو عجبكم يطلب لكم يعني ولا ايه؟ مش فاهم. اضرب. الحمد لله. انا اسف جدا لحضراتكم. اتمنى يكون الاكل عجبكم. عجبنا جدا. صراحه الفراخ هايله. حضراتكم ده لاست اوردر، هتطلبوا حاجه تانية ولا نحاسب دلوقتي؟ لا انا متهيألي نحاسب دلوقتي. انت قلت لي الفرخه دي حضرتك كانت ب 25 جنيه. اتفضل ادي 20. اتفضل. وادي يا سيدي كمان 10 اهي. ماشي، يبقى بالتبس بتاعك. شاكرين جدا يا فندم. طب واحنا بقى حسابنا هاو ماتش؟
3700 جنيه بس. العب. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني على الولد. يا عيني يا عيني يا عيني على الولد. يا عيني يا عيني يا عيني على الولد. يا سلام يا سلام. اتفضل يا سيد الاكل اهو. تسلم ايديكي، تسلم ايديكي. يلا يا اولاد، الغدا جاهز يا اولاد. يلا يا سيدي، كل واحد معلقته عارفها. ها، معلم معلقتك. خد المعلقه الزياده دي بقى بتاعت امكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقول لك ايه، قوم اقفل الباب احسن يكون معدي حد كده ولا كده يخش يتنزل علينا وياكل معانا. ماليش دعوه. ايه ده الاكل ممكن يتنزل؟ يتنزل ايه يا ابني؟ هو في غير رز نعيم؟ يا ابني دي نعمه يا ابني، قول الحمد لله. مش هتقوم ياض تقفل الباب ياض؟ يا تقوم اقفل الباب ياض. ماشي بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي. ايه انا ايه وضعي في الغدا؟ ما تاكل يا عم، اهي معلقتك معلقة اهي. يابا. ما خدها اهي يا عم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا لقيت الباب مفتوح قلت اما اخش. اتفضل يا عمو. ايه ده، انتوا بتاكلوا رز بس؟ الحمد لله الحمد لله، ربنا يديمها نعمه. اتفضل حضرتك، اتفضل. كل معانا كل. بس ايه الكرم ده؟ اول مره يعني تعزموني على الاكل. هو مش كرم ولا حاجه، ده كسل البق ده اللي ما قفلش الباب. الله يكرمك يا اخي. بابا اجيب الفراخ يابا؟ ياض مش دلوقتي ياض، اصبر ياض. كل رز. اكل زي الفل الحمد لله ربنا يديمها نعمه الحمد لله. يعني دايما حاجات كده وتلاقي ناس معديه يخش ياكلوا اكل بتاع ناس تانية وما كانوش عاملين حسابهم هم يعني. الله يحفظك. الناس بتبقى رخمه كده يعني. الله يعزك. لابسين نظارات. يابا اجيب الفراخ يابا؟ ياض اصبر ياض. ما تسيبه يجيب الفراخ. اصبر انت راخر. الفراخ ياض بسرعه. حاضر يابا. الحمد لله ربنا يديمها نعمه. فين ياض الفراخ؟ اهو يابا، ثانية واحدة. ايه يابا الفراخ؟ اتفضل يابا. يلا كلها حلو. ان شاء الله على السنه الجايه دي هتبقى ايه يا حمار؟ ولا مش شامم ريحه شوربه؟ في ريحة شوربة. في ريحه شوربه. طب ما نستعجل الشوربه. انت مالك؟ انت ضيف عديت لقيت الباب مفتوح، ايه الغلاسه دي؟ تعال يا ام العيال، اهلا وسهلا. تشيل الفرخه دي؟ ليه؟ خليها تشرب معانا شوربه برضه. بسم الله الرحمن الرحيم. احلى واحده بقى في مصر تعمل ايه؟ شوربه لحمه ما دقنا زيها عمرنا. الله، حلوه قوي الشوربه دي. هي مش حلوه قوي يعني بصراحه. انا مش فاهم ايه رخامه يعني. حضرتك جارنا معدي لقيت اكل، ما تاكل وانت ساكت؟ هتقول لي مش حلوه؟ شوربه لحمه ما فيش زيها في مصر. هي دي مش شوربه لحمه برضو؟ ايوه يا عم. امال ليه ما فيش جواها لحمه؟ يا سلام على الحركات. يعني شايل عروسه كان في جواه عروسه؟ لا انا اتكل على الله. استنى يا عم وكمل اكلك. قول انت ضد ليه يا دي؟ انت ضد ليه؟ حد يبقى ضد ابوه؟ يعني انا عمال اوفر واحط القرش فوق القرش والجنيه فوق الجنيه، انت عمال لمم لي الجيران بتوع العماره كلها. يلا والله الوحيد اللي كان فاهمني هو الواد خاطر. ربنا. ابويا. ايه ده؟ ابويا. ايه ده؟ طب اخويا. ايه ده؟ مين ده؟ اخويا. اخوك؟ ازيك يا خاطر؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا الحمد يابا. لله على السلامه. اخبارك ايه يابا؟ قلقتني عليك يابا. بعت تلغراف مكتوب عليه تعالى بس. طيب عايز اتكلف يعني اقول لك تعالى عشان عايزك مش عارف ايه؟ هي تعالى ما تيجي هنفهمك. بعدين يابا ايه ده اللي تولد دي فجأة كده؟ في ايه؟ ما انت يا معفن من ساعه ما سافرت خدت معاك المكنه الحلاقه. ايوه، ومكنه الحلاقه اللي انت خدتها معاك دي بتاعتي انا. بتاعتك ايه يا ابني وانت بيطلع لك ده؟ مكنة الحلاقة دي اكيد بتاعتي انا. لا طبعا دي بتاعتي انا. يا جماعة بقول لكم ايه؟ مش مدي المكنة لحد ولا راجع بنها تاني. خد يا انت لا المكنه اساسا دي بتاعت جدكم، ولا المكنه بتاعت جدكم عايزها ياض؟ عايز احلق دقني ياض.
بقول لك ايه يا سي سيد؟ النهارده 15 واحد يا اخويا. اليوم ده ما بيفكركش في حاجه؟ تحرجيني يعني، بيفكرني بعيد جوازنا من 25 سنة. يعني الواحد لو كان واخد تأبيدة كان زمانه خد إفراج. على الأقل في السجن الواحد بياكل وبيشرب ببلاش كمان. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا اخويا؟ بقول لك احنا مش هنحتفل ولا ايه؟ مش جايب لي حاجه كده ولا كده؟ جايب لك طبعا، بس بالراحة أحسن حد من العيال ياخد باله. بيض أصفر مش أبيض بقى اللي هو بتاع المزارع. لا، شفت الفرخة اللي كانت مرمية هنا؟ ده أنا عصر البيضة دي منها. البيضة دي بس اوعي تجليهم بقى وزيت وبتاع، هيطلع ريحة، العيال هيشموا هيجوا هيبهدلونا. تسلقيها وتسلقيها يعني سوا سوا. حاضر. لان انت عارفه البيضه لما بتتكسر ما ينفعش تتصلح تاني. افرضي بقت نص سوا هنعمل فيها ايه؟ لا عارفه يا اخويا. تسلم لي يا مدلعني يا مهنيني. انا هسلقهم عقبال ما انت بتطلع تصلح الاريال اللي فوق، لحسن التلفزيون القنوات الارضيه بايظه فيه. التلفزيون بتاعنا اللي انت طول النهار فاتحاه ومكلفاني كهرباء. بس عشان عيد جوازنا عينيا ليكي، هطلع اتشعلق فوق السطوح اصلح الاريال واجيلك. في جوه انا مخبي في النمليه شويه كمون كمان. مداريهم كده اهو من تحت مع شويه ملح مع شويه فلفل. ماشي. مع البيض المسلوق ده هتبقى ايه يعني، ربنا يسهل. لا هو كده هيعمل ريحه، نفتح الشباك عشان ما يعملش ريحه. خليهم بيضة واحدة. عايزة حاجة يا ماما؟ انت رايح فين يا طارق دلوقتي؟ أنا خارج يا ماما. هو أنا صغير؟ يا حبيبي الساعه 9، الناس تقول علينا ايه؟ بص يا ماما، ما حدش يقدر يتكلم علينا طالما أنا ماشي كويس. مفيش بنت تتكلم عليا. وبعدين ما أنا لابس واسع أهو. وانت رايح فين دلوقتي يا ابو لبس واسع؟ خارج مع واحد صاحبي. طب استنى سمر اختك توصلك. يا سمر يا بنتي يا سمر، تعالي وصلي اخوك. إيه ده يا ماما؟ سمر مين دي اللي توصلنا؟ أنا مش صغير. يوه يا ابني كلام الناس. طب اقفل الزرار ده. بيخنقني. معلش يا حبيبي عشان ما حدش يتكلم عليك. ماشي يا ماما، مع السلامة. مع السلامة يا حبيبي، ربنا يسترها عليك وعلى كل الصبيان اللي زيك. عايزة حاجة من تحت؟ لا يا حبيبي ربنا يخليك. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهو يا ماما، أدي الزرار الخنيق. اوبا يا مول يلا. انت يا عزي يا جميل يا ايه ده؟ انتوا اتهبلتوا في مخكم؟ انتوا مش عارفين اختي تبقى مين؟ مين يا قمر؟ انا اختي سمر الحكش. اوبا امين يا شبح، احنا اسفين يا اسطى. عموما لو اي بنت اتعرضت لك قول لنا واحنا نزعلها لك على طول. اصلي يلا بيت يلا بيت. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ابني ما العيب عليك برضه. ما انت لو كنت لابس حشمة وقافل الزرار محدش كان هيعبرك يعني انت يا عم الشيخ محدش بيبص لك؟ فكرنيش يا ابني، فكرنيش. هعمل لهم ايه اكتر من كده؟ هطلع لهم ريش. يا طارق. ايه يا شيماء؟ اتأخرت كل ده ليه؟ حرام عليك، البنات بهدلتني. معلش يا طارق، محدش يقدر يا اخويا يبهدلك وانا معاك. شيماء بصي، احنا لازم نتجوز. موضوعنا طول قوي وانا خرجت النهارده بالعافيه. خلي بالك انا يستحيل اتخلى عني. شيماء الموضوع كبر قوي مننا طب لازم نتجوز. طب يلا بينا على البيت يلا. وبعدين الحاج تعبان وعايز يشوفك. الحاج تعبان وعايز يشوفني؟ شيماء احنا ما ينفعش اروح بيتكم خالص غير لما نكون متجوزين او مكتوب كتابنا او حتى قاريين فاتحه. سيب الخروف انا اعجل. يلا بسرعه. افتح لي صدرك. اتفضل يا استاذ. خش حبيبي تعالى. ايه ده؟ انت بتقفلي الباب بالمفتاح ليه يا شيماء؟ اصل في جرادة غلسة قوي هناك، وبعدين لو شافوك كده وشباب طالعه داخله هيبقى المنظر مش لطيف. ايه ده؟ مش انتوا ايوه. وبعدين ما انت طلعت حلوه اهو، تيجي شقق يا عم. ده احنا لسه نايم النهارده. فين باباك يا شيماء؟ موجود يا حبيبي موجود.
انت خاينه يا شيماء، انت خاينه، وكل البنات خاينين. كل البنات بتحبك. كل البنات خاينين طبعا يا سيدي، يا بختك، وانت اللي زيك مين؟ وانا انتوا عاملين عليا حفله. ما تهدى بس كده، يا جسم من ملبن وعقل من حجر. انت تعملي فيها شريف ولا ايه؟ انا شريف غصب عنك. لا الواد ده ما ينفعش معاه غير كده. زمن الوحوش الله يرحمه، احلى زمن الوحوش حوشار الله يا زمن الوحوش الناس فرحانوش يا زمن الوحوش. وبعدين يا جماعة، الثورة اللي قامت في مصر دي ملايين في الشوارع. دول لو طلعوا علينا ممكن يقتلونا. لا هم مش هيطلعوا علينا، هم طلعوا على رئيسهم. لازم نحط عين في وسطيهم عشان نعرف بيفكروا ازاي. هو ده صوت الحكمة. ايوه جاي. وده صوت ايه ده؟ ده صوت ليشع الفراش. تقولش ايه ده اسرائيل وده نفسي اسرائيل خد اسرائيل حد عايزها واحد عايزها. اخلص يا ليشع. اخلص يا ريشع. انت ايه مش اسرائيلي ايه ما شربتش مننا ما طبختش مننا شرب وطني ايه ده اخرج امشي. المهم خلونا احنا عايزين نزرع جاسوس جديد في مصر. كل اللي كانوا قبل كده المخابرات المصرية قبضت عليهم، من اول جمعة الشوال بتاع عادل امام، ومحمود عبد العزيز في رأفت الهجان، ومنى شلبي في حرب الجواسيس، لحد شريف منير في مسلسل الصفعة. مفيش جاسوس منهم بيكمل جزئين على بعض. هو ده اللي ما يستاهلش شك المصريين. يا بلادي يا دلي حبيبي يا بلادي بناكي انا والانابيب يا بلادي. حد عايز تاني؟ حد عايز يخرج برك؟ بس ده مش هنلاقي احسن منه. ايه ده هبل؟ ده اللي هيخلي محدش يشك فيه ابدا. يا جماعة أنا حاسة إن مصر بتتنقل بينا. اهم حاجه يا جدعان لازم كلنا نبقى ايد واحده. اشرب شاي يا ثوراجي. الشعب يريد كوبايه شاي في الايد تلقيمه سحريه، كوبايه شاي مغليه. محدش هيشرب شاي. يلا يا فلول منك ليه اللي مش عايزين تشربوا شاي. مصر كلها في الميدان يا معلم، حتى بياعين الشاي. الناس اللي في الميدان يا جماعه مش قليلين، هيشيلوه يعني هيشيلوه. شالوم يا جدعان. شالوه؟ طب الحمد لله. لا مش شالوه، انا بقول شالوم يا عم افتكرناهم شالوه. لا اهلا وسهلا الشباب زي الفل. هو وايه ده وعلم مصر وثوره يا سلام. وانتوا منين يا شباب؟ انا من المطرويه. وانا من الحدايق. وأنا من الحلمية. وانا من عين شمس. اهلا وسهلا. وانت منين بقى يا شبح؟ انا من تل ابيب. تل ابيب يعني اكيد قصد حرب اليهود. اهلا وسهلا يا معلم، خليك معانا هنا. يا سلام. الله، طب ما المصريين حلوين اهو بيرحبوا بينا، اما الاعلام بتاعنا الاسرائيلي دايما بيبين لنا يعني ان المصريين ما بيحبوناش ليه؟ يا جماعة هو الرئيس بيبقى قدامه 18 يوم، فات منهم 10 أيام، يبقى هو فاضل له 8 أيام بس. ويطلع عمر سليمان الله يرحمه يقول لقد تخلى الرئيس. ايه ده؟ يعني هو الرئيس ماشي كمان 8 ايام؟
انا بقى ابلغهم بقى في اسرائيل، لازم اقول لهم. الخبر لسه ما اعلنوش. ايوه يا عم، ما انا جاسوس، لازم انقل الاخبار بدري بدري. الو مخابرات اسرائيل، ايوه يا عم، ايوه يا ليش. بقول لك ايه، الرئيس هيمشي كمان 8 ايام. بكلمك بالتحرير، قاعد اهو في وسط الشباب، شباب زي الفل صراحه يعني. ايه انت بتكلمني وانت واقف في وسطهم دلوقتي؟ طب اقفل يا حيوان. اقفل ليه؟ الو يا جماعه حد يلحقنا، الواد هيموت من الغاز. يا جدعان حد يجيب خميره بيره نحطها على وشه يا جدعان. يا عم خميره بيره ايه وانتوا هتخبزوا في وشي؟ حطوا ميه نار على الوش، حطوا ميه نار. اوعى يا كابتن كده والنبي، اوعى كده يا كابتن، عايز اصور والنبي. اللي ملوش لازمه يوعى، اللي ملوش لازمه يوعى. يا عم انت واقف ليه؟ انا واقف، انا دي شغلتي، انا جاسوس، عايز اصور الناس وابعتهم. اوعى اهو بس كده بقى. ايه اعمل سند يبقى كله تمام. فين السند اللي قالوا لي عليه ده؟ سند فين؟ بقول لك ايه، يبقى اكيد في ارسال. بدل سند يبقى ارسال؟ ولا في ارسال؟ خد بص كده، وريني الموبايل ده. ايه ده؟ هي اللغه بتاعت الموبايل ده ايه؟ اللغه دي اللغه العبري، لغه اسرائيل الاولى. الواد ده عبيط يا جدعان. لا، الواد ده جاسوس. انا المقدم مباحث الجواسيس. نورت يا ليشا. انا مستغرب جدا ازاي عرفوا في مصر ان انا جاسوس. انا ما كانش باين عليا خالص، يعني اي حد كان يشوفني ما كانش حد يعرف ان انا جاسوس. عرفوا ازاي؟ ده مسكون. بس انت تخرس خالص. انت مش عارف كلفتنا قد ايه عشان نجيبك من مصر؟ كلفتكوا قد ايه؟ طب قول لي رقم. انت بس عمال وعامل لي اخنف، وعشان اسرائيل تبقى اخنف. بس يا عم رحت شايل 3 عربيات بايديا اليمين. لا مش دي، بدي. ورحت موسع 3 عماير بكتفي ورحت ماشي. هم فاكريني ايه؟ ترانس. ايه الصوت ده؟ ايه اللي بيحصل عندك يا محسن؟ ايه ده؟ يا نهار ازرق، انت ولا الحق، الظاهر في ضرب نار حوالينا، انا لازم ضرب نار في المهندسين. الو، ايوه يا شيل، انت في البيت؟ لا، ده انا في الجيم. خير؟ وهيجي منين الخير؟ ده انا بكلمك دلوقتي وانا واقف في قلب المهندسين وضرب النار شغال على ابوه. المهندسين بيموتوا بعض. يا نهار اسود. طب اقفل دلوقتي. ايوه يا عادل، ده بيقول لك في مجزره في المهندسين وكل المهندسين ماتوا، ما فضلش منهم ولا مهندس. الدكاتره وعاملين لي ضراب. ايوه يا طارق، بيقول لك الجيش نزل لمهندسين. ايوه يا ابني، نزل بطياراته وبسفنه. ايوه والله يا اخي، انا شايفهم بعناية دول وعاملين كوردون حوالين المهندسين كلها. ايوه بأمارة في حوالي 200 واحد ماتوا، ده غير اللي غير. انفجار ضخم في حي المهندسين ومصرع 770 مهندس ومقتل 213 مقاول ووفاة 15 عامل سيراميك و7 عمال محارة. اهلا وسهلا يا دي نور يا دي النور. اتفضل يا استاذ سيد اتفضل. مش هوصيك بقى على حماده. عيب. حماده ده ابني، يعني انا ابني اسمه حماده وده حماده، فالاتنين يعني تلاقيش. تسلم. تحب اجيب لك حتتين بسطه مع الشاي؟ بسطه؟ البسطه ده بيبقى الحلو، والحلو دايما بيبقى بعد الاكل يا حلو. جرايه حلو. يعني يا ريت يعني وانا داخل ما اعرفش مناخيري بتكذب عليا ولا لا، شميت ريحه محشي. هل ده حقيقي ولا غلط؟ لا حقيقي. تسلم مناخيرك. انا عامله شويه محشي كرنب بيستاهلوا بقك. ما تغلبش الاستاذ يا واد. لخصي ياما. حاضر. يا حماد اخبارك ايه؟ ازيك دلوقتي؟ مخنوق من المذاكره والزفت. شفت صح ماتش الاهلي امبارح؟ ده كان حته ماتش. بيقول لك الحكم حسب بيلن والجمهور نزل نفخوا ايه وحكم ايه وبيلن ايه وماتش ايه. بص انا حطيت الساعه خلاص، العداد شغال، انت حر. الساعه بتاعتك تخلص اتكل على الله على طول. اخلص. ايه ده انت هتزعق؟ لا قصدي يعني انا بحاول اساعدك عشان تتفوق. انا عارف ان انت جواك كويس يعني انت شاطر بس لعب. احنا النهارده هنعمل موضوع تعبير وهنكتب موضوع تعبير. اتفضل يا استاذ. طيب انت معاك قلم؟ ايه ده؟ معايا قلم؟ مدرس وبتدي دروس خصوصيه وبتاخد الشيء الفلاني
وباسطه وحلو يا حلو. ومعكش قلم؟ اصل انا معايا اقلام كتير، يعني انا حبيت اشوف انت معاك قلم ولا لا. خد يا سيدي اكتب موضوع التعبير. ايه ده؟ انا اللي هكتب؟ قصدي ان انا اللي هكتب. ليه؟ عشان يبقى نفس الخط اللي موجود قبل كده طبعا، يعني عشان حتى المدرس عندك في المدرسه ما يحسش بفرق يعني. احنا هنكتب النهارده موضوع تعبير عن الربيع. اكتب. ماشي. الربيع. ياتي فصل الربيع في الربيع، ويتسم شهر الربيع وفصل الربيع، عشان تكتر طبعا تعبير. ها عامله صفحتين. يتسم بالمراعي الخضراء، حيث تكثر فيه المراعي الخضراء. معروفه دي. طيب ما دام معروفه ما تقول حاجه من عندك، يعني انا هفضل اكتب لوحدي ولا ايه؟ تكثر فيه المراعي الخضراء. ايوه. لذلك قصدي لهذا، عشان كده يعني يستطيع الجمل ان ياكل ويشرب من تلك المراعي الخضراء. جمل ايه؟ الجمل حيوان بري يعيش في البر ولا يستحمل الجوع والعطش، ويستطيع عليهم ياما سنين يعني، ويمشي في الرمل على 4 أرجل بسهولة، وله رقبة طويلة ولكن ليست مش مثل الزرافة قطعا. مش مثل ايه وزرافة ايه وجمل ايه؟ اقول لك ربيع تقول لي جمل. ايه ده انت هتزعق تاني؟ لا قصدي يعني ان انا اكيد اللي غلطان يعني. اصلي فعلا المراعي الخضراء هي تودي الواحد دماغه للجمل، ان الجمل بياكل المراعي الخضراء. انسى الربيع خالص. احنا هنعمل موضوع تاني خالص، نعمل موضوع تعبير عن الكمبيوتر كمبيوتر وفوائده. حلو اكتب. حاضر. الكمبيوتر وفوائده. ينتشر الكمبيوتر في المدن. الكمبيوتر حيث ينتشر في المدن. معروفة. ينتشر في المدن ولا ينتشر في البدو. ليه؟ لأن البدو يستعملون الجمل، والجمل هو سفينة الصحراء، أي أنه يمشي في الصحراء ولا يمشي في اسكندرية مثلا عشان دي مية، وهو أليف مثل القطة، ولكن هي عندها شعر وهو ما عندوش، ولا يعيش في البيوت مثل الدجاجة أي الفرخة. فرخة ايه يا ابني جمل ايه؟ انت ايه حكايتك وحكاية الجمل؟ اقول لك كمبيوتر تقول لي جمل، اقول لك الربيع تقول لي جمل. جمل ايه؟ ايه ده انت هتزعق تاني؟ انا اسف يا حماده، انا بس قصدي بنفعل عشان مصلحتك، وانا غلطان فعلا. يعني فعلا الكمبيوتر بيودي الواحد دماغه على طول للجمل طبعا. انا اسف يا حماده. احنا نكتب عن اليابان. اليابان والصناعات المتطورة في اليابان. اكتب. اليابان والصناعات المتطورة، حيث تشتهر اليابان بصناعة السيارات. السيارات اللي هي العربيات يا أستاذ، صح؟ يخرب بيتك يا حماده، واضح ان انا علامي ليك جاب نتيجه زباله يعني. الحمد لله. السيارات هي العربيات. قول حاجه. قول. معروفه دي. وتقاس كوة السيارات كوة السيارات بكوة الباور هورس، أي كوة الحصان، والحصان كائن هلامي بالنسبة للجمل، حيث أن الجمل عنده سنم، والسنم على شكل هرم، والهرم عنده جمال كتير، وعند نزلة السمان. سمان ايه؟ هرم ايه وجمل ايه؟ انا اقول لك اليابان تقول لي الهرم يا ايه ده انت هتزعق تاني؟ مش بزعق، بس انا بقول لك اليابان تقول لي الهرم ليه؟ ايه ده يا استاذ؟ انت بتزعق في حماده ولا ايه؟ ماما انا زهقت من الاستاذ ده يا ماما، لقد صبرت عليه صبر الجمل. والجمل حيوان بري يأكل الكمبيوتر ويعيش في اليابان، وعنده سنم، والسنم عند الهرم، والهرم ده من الأسنام، هو أبو الهول، عشان كده لازم نهد الأسنام كلها، لازم نكسر أبو الهول. مالك يا أستاذ في إيه؟ لا لو مش عاجبك اتفضل، الباب يفوت جمل. والجمل حيوان أليف ولكن ليس له ريش. بابا الناس بتوع التكييف جايين بكره عشان يركبوه. والله يا ابو هاني انا خايفه من التكييف ده العماره كلها عينها وحشه. يعني عموما ما تخافيش، هو دايما التكييف اصله بيبقى قطعتين،
قطعه بتبقى بره البيت وقطعه تانية بتبقى جوه البيت. احنا الراجل بتاع التكييف اما يجي يركبه بكره ان شاء الله نخلي القطعتين يعملهم جوه البيت. ايوه الله ينور عليك يا ابو هاني، ده العين وحشه وفلقت الحجر، مش هتفلق حته تكييف. المشكله بقى ان العداد بتاعنا ده قديم، لازم نغيره ونجيب عداد 3 فاز. 3 فاز ايه؟ وانا ما كنتش عامل حساب المصاريف ده، احنا قلنا على قد التكييف والقسط والكلام ده كله. يا ابني انا موظف يا ابني، ابوك موظف يا ابني، هيجيب الفلوس دي كلها منين؟ معلش يا ابو هاني اهو برضه نتكيف كده. ماشي، هيتكلف قد ايه يا سيدي تغيير العداد ل3 فاز؟ هيدخل له في حوالي 520 جنيه. 520 ماشي، عشان تتكيف، عشان انت الحيله. حاضر يا سيدي، خلي امك تدلعك كده. ادي هم 520 جنيه. تسلم لنا يا ابو هاني، دايما كده فييس يا رب. بس بقول لك ايه، الطابور ده بيبقى طويل قوي وانا مش هروح اقف في الطابور. مش انت اللي عايز تكييف يا روح اقف في الطابور. وعموما يا سيدي خد، عارف لو انت مش ابني مش عملت معاك الحركات دي. ادي 10 جنيه اهو عشان الوقوف في الطابور. مش القصد. ايه ده؟ ال10 جنيه دي مكتوب عليها وممكن ما تصرفش على فكره. هاتها يا هاتها. لا خلاص خلاص. خلاص. من لهفة قلبي ونار قلبي بتحبي بموت بتحبي بموت. ايه يا حبيبي انت وهو ما تقف في الطابور عدل؟ ايه ما اتعلمتوش حاجه من الثوره؟ شكلكوا زي بالظبط ما اتعلمتوش حاجه من الثوره. طب حد عايز يشرب شاي؟ حد عايز يمشي بدري؟ ايوه انا عايز امشي بدري. عينيا. طب خد ادي الورق وادي البطاقه بتاع ابويا. ادي ال 520 جنيه بتوع العداد. كام؟ 520 جنيه. ده انت مقدم على العداد 40 امبير، كده هيجيلك 39 بس. طب بقول لك ايه، انا مش معايا الا 10 جنيه ابويا لسه مديهاني، مكتوب عليها القناعه كنز لا يفنى. طب ما تسمع كلام الحكمه. انا عشق قلبي ونار قلبي. استاذ امين، استاذ امين. عايز ايه يا شكوكو؟ وطي صوتك وبص الناحيه التانيه، عايز امضتك الحلوه على الورق ده. ايه امضة ايه يا عم؟ انت بقالك 3 ايام مطنشني، انا كل يوم افتح التلاجة تزغرط لي. معلش يا استاذ، جل من لا يسهو، امضي بس وانا هظبطك والله. امسك ال10 جنيه الرشوه اهي. بس صوت. ايه ده يا ابني دي؟ القناعة كنز لا يفنى. خلاص يا سيدي انا كمان اقتنعت وحمضي اهو. انا عايز اجدد الرخصة والورق اهو. عايز تجدد الرخصة؟ عينيا. ها وهياخد منك قد ايه؟ 3 ايام كده عشان الكمبيوتر عطلان. 3 ايام؟ طب وعشان خاطري؟ 3 دقايق عشان الكمبيوتر اتصلح. ياه، القناعة كنز لا يفنى على رشوة. يلا رزق الواد اللي جالي. وكده بقى حضرتك هستلم شهادة الميلاد امتى؟ يعني 2 3 اسبوع، شهر ونص على حسب التساهيل يعني. وليه كل ده ليه؟ يعني انت هتحتاج الشهاده دلوقتي حالا في ايه؟ انت الواد يعني ابنك ربنا يخليهولك على ما تقدم له في المدرسه، يعني مش قبل 6 سنين. طب وكده؟ حالا يا باشا الشهاده تكون معاك، ولو عايز عيل تاني زياده فوقيها هديه علينا. السلام عليكم. والسلام ورحمه الله وبركاته. خلصت الورق كله، بس البريزه اللي انت اديتهاني سلكت بيها نفسي عشان امشي الورق. سلكت بيها نفسك؟ يا ناس ما عندهمش ضمير، الناس اللي بياخدوا رشوه دي. الذمه. معلش يا سيدي، طبعا عايز بريزه غيرها. الواد الحيله هو ده اللي بيقعد يتدلع كده ويتدلع على ابوه. خد يا سيدي. ايه ده يا بابا؟ ايه؟ دي ال10 جنيه اللي انت اديتهاني. القناعه كان يا اخي ايه ده؟ فعلا مال الحرام ما يروحش يا ولاد انا حاسس ان انا خلاص هموت. بعد الشر عنك يابا. ما تقولش كده يابا. ان شاء الله عبد الرحمن يابا. هو بابا ماله؟ الف سلام عليك يابا. ارغوا ضيعوا وقت، ما تخلونيش اقول الكلمتين اللي انا عايز اقولهم. بس يالا انت وهو سيب ابوكوا يتكلم. بص يا ولاد،
انا مجمعكم دلوقتي كلكم كاخوات يعني عشان اقول لكم على حاجه مهمه جدا. انتوا لما انا اموت ما ينفعش تسيبوا بعض، لازم تفضلوا متجمعين، لان الاتحاد قوه. يعني انتوا لما تبقوا متجمعين هتبقوا زي ايه، حاجه واحده، بتبقوا قوه واحده. يعني هتعود قصب يا عبد الرحمن، هتعود قصب. بصوا انا هشرح لكم الكلام ده بشكل يعني ايه. بص يا عبد الرحمن، اكسر العود ده لوحده كده. بص شفتوا اتكسر عشان هو ده ايه، فهمتوا؟ لا. طيب هات عودين كده يا عبد الرحمن، خد هات عودين كده اهو مع بعض. ادي يا عبد الرحمن اهو. بص يا عبد الرحمن، يلا اكسر العودين مع بعض يا عبد الرحمن. ها شفتوا فهمتوا؟ لا ما فهمتوش. هات اللبشه دي كلها يا عبد الرحمن. هات يا عبد الرحمن. بصوا ده كده اهو اللبشه كلها. شوف بقى عبد الرحمن هيعمل ايه في اللبشه كلها. اضرب يا عبد الرحمن. فهمتوا؟ لا. عموما طول ما الدور ده معاكم انا مش قلقان عليكم. فهمتوا؟ لا. امال انا مجمعكم يا جماعه عشان انتوا فاكرين هكلمكم في ايه مثلا؟ في الكوره. كوره؟ يابا انا دايما اشوف في الافلام ان الاب قبل ما يموت بيجمع ولاده عشان يقول لهم ايه هو الورث. الورث؟ انا اقول لكم على الورث. هو الورث ده يا ولاد، انا كل مليم كنت بحوشه في حياتي كنت بجيب بيه قماش، واجيب القماش ده وافصله. عارفين الاوضه اللي جوه في اخر الطرق اللي كنت اقول لكم اوعى يا اولاد حد يخش الطرقه دي ويوصل لغايه الاوضه ويفتحها عشان الاوضه دي ما حدش يقرب لها خالص؟ عارفين الاوضه دي فيها ايه؟ القماش اللي انا كنت بجمعه بقى. هتلاقوا جلاليب وهتلاقي كلسونات وهتلاقوا فلنات حمالات وهتلاقوا غيارات. كل فلوسي حطيتها في الاوضه دي. خدوا الفلوس دي وبيعوها وخدوا الحاجه. طب وانت ما كنتش بتبيعها ليه يابا؟ الصيني يا عبد الرحمن، الصيني. اول ما طلع الصيني ارخص وانضف واحلى من الشغل الزباله اللي انا عامله. يلا خد امسك ده. خد يلا. خد يا احمد. خد يلا. هقول 1 2 3 كله يبتدي بقى. 1 2 3. فهمتوا؟ يا كل العارض الأول اليوم يعرض الجلباب المصري الأصيل من القطن المصري طويل التيلة، يتميز بالكم الواسع وريمكم ذو الاستخدامات الكبيرة. العارض ربيع 24 سنة. تقدر تشيل فيه أي حاجة زي ما احنا شايفين. تقدر تشيل شيشة، تقدر تضرب شيشة براحتك جوه الجلابية. وبرضو عندنا الكم بتاع الجلباب يستخدم أكتر من استخدام. أول حاجة تمسح بقك بعد الأكل. تاني حاجة لو عندك انفلونزا تستخدمه. جامد جامد جامد. ايوه نظف. هو ده استخدام الجلباب ويستخدم اثناء الانفلونزا. بنشكر العارض ربيع العاقل. العارض الثاني يا ترى يا هل ترى ماذا يخبئ هذا الجلباب؟ ها نحن نرى إنه الكلسون الذهبي ذو الدكة الذهبية. كلسون هاند ميد ايجيبشن ستايل. راح وها هو يتقدم كريم مرتديا جلبابا أيضا. ترى ماذا يخبئ هذا الجلباب العجيب؟ ها هو والمفاجأة على وجه كريم. وصيحات الجماهير ذلك الكلسون البمبوشي. يا سلام، الذي يظهر ما أسفله البوكسر الملون، انه الكلسون الساقط للشباب من جميع الاعمار. لا يا كريم لا يا كريم، الاكلاء يتقفل زي الفراعين. بلاش يا كريم بلاش يا كريم. شكرا يا كريم. نزل الجلابيه، احترم نفسك. باخورة انتاج مصانع الحربية ويزو تتقدم، تنظر إلى الكاميرا وتلف ولا نخشى أن تقع. وها هي تتقدم وتعمل شعرها كده وهكذا. شكرا يا ويزو. طبعا حد يقول ليه ما جبناش جلابية لويزو، ما لقيناش ماسة.
ها هي جلباب الفلاحة المصرية. الجلباب الفلاحي الأصلي ذو سفرة و4 كراسي، رمز الفلاحة المصرية، رمز تمثال نهضة مصر. وبما إننا قلنا تمثال نهضة مصر فيجب أن نرى بجوارها أبو الهول، عبد الرحمن أبو الهول، ولكن مناخيره لم تقع بعد. ها هو تمثال نهضة مصر، وها هو الجلباب الجديد لمصر في الفترة الأخيرة. ها هو لا نستطيع أن نعلم، لا نستطيع. ها هي كافة الفئات المصرية حول تمثال نهضة مصر. ها هي كل الشعوب العربية المصرية حول تمثال نهضة مصر. جميع طوائف الشعب حول تمثال نهضة مصر. وها هو المصمم للملابس مصمم أن يدخل مع العارضين. وها هو المصمم، ها هو، ويرتدي جلباب المريض. جلباب المريض يتسم بفتحتين للعضلات، للعضل فتحة. يا ابني من ساعة ما امك ماتت وانت قاعد في خلقتي كده، نفسي اشوفك متجوز واشوف لك حتة عيل. يا بابا يعني انا كنت لقيت عروسة يعني وقلت لا. ما انا قلت لك روح مكتب رصين في الحلال، يمكن تطلع لك براس منهم. رصين في الحلال يا بنتي، هو انت من ساعه ما ابوكي ما مات وانت قاعده في خلقتي كده؟ ما تروحي تتجوزي عشان افرح لك بحته عيل. يعني يا ماما هو انا جالي عريس وقلت لا؟ يا دي النسيبه، ما انا قايله لك على مكتب راسين في الحلال، روحي يمكن ربنا يكرمك براس منهم. راسين في الحلال؟ اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك. حضرتك مقدم عشان الجواز؟ ايوه يا فندم. حضرتك لو عندك فيلا وعربيه يزيد ثمنها عن 500,000 جنيه وشاليه دورين في الساحل الشمالي، حضرتك بتدخل يمين. ما عندكش ادخل شمال. لا شمال. حضرتك جاي للجواز؟ يا ابني ايوه حضرتك. حضرتك لو عندك شقه وعربيه ما تقلش قيمتها عن 100,000 جنيه وشاليه في بلطيم، خش يمين. ما عندكش خش شمال. انا اخش شمال. ايه ده؟ ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا. عامل ايه؟ الحمد لله. حضرتك اهلا وسهلا. ايه في حاجه؟ لا حضرتك اصل الفينس دي يعني ايه؟ لا اصل النهارده عيد الام. عيد الام؟ بس انا عارف. حضرتك انا جاي لموضوع الجواز يعني. لا اسمك مكتوب هنا، شوف اسم حضرتك كده. اهو يا فندم، طارق الشوشه. طب كويس اهو، الحمد لله. شوف حضرتك، لو حضرتك عندك اوضه تلمك وموتوسيكل يوديك ويجيبك خش يمين، لو ما عندكش خش شمال. ايوه انا اخش شمال. السلام عليكم. عليكم السلام. طبعا حضرتك وانت جاي لي عديت على 3 موظفين، الحليوه ابو شعر اللي شبه مهند، والتخين اللي بيقعد يعمل كده وكده، والرفيع ابو بنس. انسى كل ده، انا الجديد. اهلا يا جديد. تحت طلبات الجديد بقى ان الجواز ده اهم حاجه فيه الصحه، فلو صحتك حلوه ومساعداك ادخل يمين، انما لو صاحب مرض وعندك ضغط وسكر وقطران ادخل شمال. بس الشمال ده الباب. ايوه ما ادخل شمال. ماشي يبقى شمال. السلام عليكم. انت شمال؟ ايوه. ايوه. الاثنين شمال. يعني طب تعالى نخرج شمال.
مفيش لبس. كيف حالك يا عبد العال؟ عمت صباحا. عمت في البحر يا عماه. لقد بدأنا اللطافة. ولماذا تلعب لوحدك هنا؟ إن زملائي في الحي لا يريدون اللعب معي ويقولون عني أنني سئيل. سئيل؟ ما هذه كلمة جديدة، أتقصد ثقيل الظل؟ أترى يا عماه لقد بذلت مجهودا كبيرا كي تقول ثقيل الظل وأخرجت لسانك. الأسهل أن تقول سئيل. نعم، أنت فعلا سئيل فعلا. كيف حالك يا ميسرة؟ كمثل حالك يا مبشرة. هلا ذهبت إلى الصندرة؟ كلامك ده هيجيبنا لورا. هل ذهبت إلى الصيد؟ الصيد مفتاح الفرج. ويتساءلون الناس لماذا أنا سئيل؟ إنها الوراثة. يا واش يا مرجيحة، ما تخضهاش يا مرجيحة. نهارك سعيد يا عبد العال يا عبده. سعيد مبارك يا عمي. ايش وقاعد بتلعب أولى لوحدك؟ اكملنا أطفال العمارة رافضين اللعب معايا. شحال يعني ما انت كل اصحابك وكل اهل العمارة جيرانك وقرايبك مفروض يلعبوا معاك يعني. ما انت عمي وعارف الفولة. اجرم، اكيد بيقولوا عليك انك انت سئيل. سئيل؟ ايه الكلمة دي قديمة قوي، اسمها رخم. رخم؟ ايه الالفاظ السوقية دي يا ولد؟ واحد في سني وفي وضعي وفي مقامي ويقول رخم؟ لا. اهلا يا يسري. اهلا يا مرسي. يا دكتور مرسي ازيك؟ اخبار حفلة بديعة مصبني ايه يا راجل؟ مصبني يا راجل يا العبان، ما هو اللي صابك هو اللي صابني. تعال افهمك. وبيقولوا لي جايب الرخامة دي منين؟ عيلة رخمة. ايه ده؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله يا عم. الحمد لله. ايه مرمي ليه على السلم؟ العيال عملوا لي اجنور وبيقولوا عليها سيس. سيس؟ ايه الكلمة الغريبة دي؟ يعني ايه سيس؟ يعني سيس يعني سرس. قصدك يعني عيل رخم. لا سيس. هي رخم. المهم يعني لو سمحت يعني عايز الوالد. الوالد؟ ما عندناش حد والد. لا انت ما فهمتنيش يا حبيبي، انا عايز بابا. هو باباك عندنا؟ لا سيس. بص، نادي بابا. بابا ما عندوش نادي. يا رب صبرني. يصبرك يعني يخليك صبار؟ يصبرني يخليني صبار. يا رب خليني صبار. خلاص يا عم. طب صبار بشوك ولا من غير شوك؟ اهلا صباح الفل يا ايمون. ايه الكلمات؟ كلمات يا عم مجد الرومي. الواد ابنك خنقني. خنقك بايديه ولا بالحبل؟ اهلا وسهلا يا دي نور يا دي النور. اتفضل يا استاذ سيد اتفضل. مش هوصيك بقى على حماده. عيب. حماده ده ابني، يعني انا ابني اسمه حماده وده حماده، فالاتنين يعني تلاقيش. تسلم. تحب اجيب لك حتتين بسطه مع الشاي؟
جرايه حلو. يعني يا ريت يعني وانا داخل ما اعرفش مناخيري بتكذب عليا ولا لا، شميت ريحه محشي. هل ده حقيقي ولا غلط؟ لا حقيقي، تسلم مناخيرك. انا عامله شويه محشي كرنب بيستاهلوا بقك. ما تغلبش الاستاذ يا واد. لخصي ياما. حاضر. يا حماد اخبارك ايه؟ ازيك دلوقتي؟ مخنوق من المذاكره والزفت. شفت صح ماتش الاهلي امبارح؟ ده كان حته ماتش. بيقول لك الحكم حسب بيلن والجمهور نزل نفخوا ايه وحكم ايه وبيلن ايه وماتش ايه. بص انا حطيت الساعه خلاص، العداد شغال، انت حر. الساعه بتاعتك تخلص اتكل على الله على طول. ها اخلص. ايه ده انت هتزعق؟ لا قصدي يعني انا بحاول اساعدك عشان تتفوق. انا عارف ان انت جواك كويس يعني انت شاطر بس لعب. يا احنا النهارده هنعمل موضوع تعبير وهنكتب موضوع تعبير. اتفضل يا استاذ. طيب انت معاك قلم؟ ايه ده؟ معايا قلم؟ مدرس وبتدي دروس خصوصيه وبتاخد الشيء الفلاني وباسطه وحلو يا حلو ومعكش قلم؟ قصدي انا معايا قلم كتير يعني، انا حبيت اشوف انت معاك قلم ولا لا. خد يا سيدي اكتب موضوع التعبير. ايه ده؟ انا اللي هكتب؟ قصدي ان انا اللي هكتب. ليه؟ عشان يبقى نفس الخط اللي موجود قبل كده طبعا يعني، عشان حتى المدرس عندك في المدرسه ما يحسش بفرق يعني. هنكتب النهارده موضوع تعبير عن الربيع. اكتب. ماشي. الربيع. ياتي فصل الربيع في الربيع ويتسم شهر الربيع وفصل الربيع عشان تكتر طبعا تعبير. ها عامله صفحتين. يتسم بالمراعي الخضراء حيث تكثر فيه المراعي الخضراء. معروفه دي. طيب ما دام معروفه ما تقول حاجه من عندك يعني، انا هفضل اكتب لوحدي ولا ايه؟ تكثر فيه المراعي الخضراء. ايوه. لذلك قصدي لهذا عشان كده يعني يستطيع الجمل ان ياكل ويشرب من تلك المراعي الخضراء. جمل ايه؟ جمل. الجمل حيوان بري يعيش في البر ولا يستحمل الجوع والعطش ويستطيع عليهم ياما سنين يعني، ويمشي في الرمل على 4 أرجل بسهولة، وله رقبة طويلة ولكن ليست مش مثل الزرافة قطعا. مش مثل ايه وزرافة ايه وجمل ايه؟ اقول لك ربيع تقول لي جمل. ايه ده انت هتزعق تاني؟ لا قصدي يعني ان انا اكيد اللي غلطان يعني. اصلي فعلا المراعي الخضراء هي تودي الواحد دماغه للجمل، ان الجمل بياكل المراعي الخضراء. انسى الربيع خالص، احنا هنعمل موضوع تاني خالص. نعمل موضوع تعبير عن الكمبيوتر كمبيوتر وفوائده. حلو اكتب. حاضر. الكمبيوتر وفوائده. ينتشر الكمبيوتر في المدن. الكمبيوتر حيث ينتشر في المدن. معروفة. ينتشر في المدن ولا ينتشر في البدو. ليه؟ لأن البدو يستعملون الجمل، والجمل هو سفينة الصحراء، أي أنه يمشي في الصحراء ولا يمشي في اسكندرية مثلا عشان دي مية، وهو أليف مثل القطة ولكن هي عندها شعر وهو ما عندوش، ولا يعيش في البيوت مثل الدجاجة أي الفرخة. فرخة ايه يا ابني جمل ايه؟ انت ايه حكايتك وحكاية الجمل؟ اقول لك كمبيوتر تقول لي جمل، اقول لك الربيع تقول لي جمل. جمل ايه؟ ايه ده انت هتزعق تاني؟ انا اسف يا حماد، انا بس اصلي بنفعل عشان مصلحتك وانا غلطان فعلا يعني. فعلا الكمبيوتر بيودي الواحد دماغه على طول للجمل طبعا. انا اسف يا حماد. احنا نكتب عن اليابان. اليابان والصناعات المتطورة في اليابان. اكتب. اليابان والصناعات المتطورة حيث تشتهر اليابان بصناعة السيارات. السيارات اللي هي العربيات يا أستاذ صح؟ يخرب بيتك يا حماده، واضح ان انا علامي ليك جاب نتيجه زباله يعني. الحمد لله السيارات هي العربيات. قول حاجه، قول. معروفه دي. وتقاس كوة السيارات كوة السيارات بكوة الباور هورس.
اي كوة الحصان، والحصان كائن ولامي بالنسبة للجمل، حيث ان الجمل عنده سنم، والسنم على شكل هرم، والهرم عنده جمال كتير، وعند نزلة السمان. سمان ايه؟ هرم ايه وجمال ايه؟ انا اقول لك اليابان تقول لي الهرم يا ايه ده انت هتزعق تاني؟ مش بزعق، بس انا بقول لك اليابان تقول لي الهرم ليه؟ ايه ده يا استاذ؟ انت بتزعق في حماده ولا ايه؟ ماما انا زهقت من الاستاذ ده يا ماما، لقد صبرت عليه صبر الجمل. والجمل حيوان بري يأكل الكمبيوتر ويعيش في اليابان، وعنده سنم، والسنم عند الهرم، والهرم ده من الأسنام، هو أبو الهول، عشان كده لازم نهد الأسنام كلها، لازم نكسر أبو الهول. مالك يا أستاذ في إيه؟ لا لو مش عاجبك اتفضل، الباب يفوت جمل. والجمل حيوان أليف ولكن ليس له ريش. ألف بركة يا باشا، اتفضل يا باشا، اتفضل اتفرج. صرح، أنا مديك صرح، شقة زي دي تمنها شوف في أي حتة بكام، دي بتطل على 4 مطالع، بحري وغربي وقبلي وبعدي. لطيف. بس العفش ده كله لازم يتغير يا حبيبي. بعدين يا حبيبتي ده انا دفعت دم قلبي في ثمن الشقه. تغير ايه يا حبيبي انت وهي؟ انا مديك شقه ثمنها ما يقلش عن 700,000 جنيه، مديها لك بعفشها ب50,000 بس. ما انا مديك سمسره بكوين. يعني اديتني بكوين شمعدان. ايه هتقول انت ايه؟ لذيذ. فظيع. انا شاهد العفاريت اتبعت. يا نهار اسود. انت بتقولي عفاريت؟ غوري امشي يا بنت من هنا، غوري. الشمل يا عفاريت، الشمل يا عفاريت، عفاريت. عفاريت يا جدع انت يا باشا، دي بنت مخبله كانت هتحبني موت، ولما اديتها الطناش هتطلع عليها اشاعات وتقول عفاريت عفاريت. فعلا مع عفريت الا بني ادم. طب اتدخر انا يا باشا. السلام عليكم، ربنا يعينكم. خد الباب وراك. اخدم ولا هسيبه. ياه ظريف ظريف. حبيبتي اخيرا بينا لوحدنا. اخيرا يا حبيبي. لما تقعد تراسل فينا ولا ابوك يفضل قاعد طول النهار في الحمام. اهو يا ست عندك بدل الحمام حمامين. انت قلتي حاجه يا حبيبتي؟ لا يا حبيبي. يا ابني يا غبي، ما بيسمعكش يا غبي. ممكن يسمعوا وشوشة. ممكن يسمعونا ويشوفونا لو حبونا. بس هو العفش ده محتاج شوية توضيب، يعني احنا مثلا لو جبنا الكرسي ده وحطيناه هنا يبقى شكله احسن. نفذ. انت شفت اللي انا شفته؟ لا ما شفتش حاجه، اكيد بيتهيأ لنا، اكيد هو كان هنا. لا طب الترابيزه دي برضو واخده نص المكان كده، يعني هي لو اتعدلت كده واتحطت من الناحيه دي هيبقى احسن. ابقى اعدلها لك بعدين. نفذ. انت شفت اللي انا شفته؟ شفته طبعا، ده شغل عفاريت. بقول لك ايه، ما تخافيش طول ما انت جنبي. ربنا يخليك ليا يا حبيبي، دايما مقويني كده. حبيبتي يا حبيبتي، ده اللي يخاف من عفريت يطلع له. يا حبيبي اللي يخاف من العفريت يطلع له، ينزل له، يقعد له. تسد يا داخل معانا. بقول لك ايه قوم اعمل لنا صينيه فراخ بالبطاطس. فراخ بالبطاطس. نفذ. فراخ بالبطاطس؟ ده طلعت عفريت من اللي بتخدم. استني بقى. عايزين عيش. نفذ. عيش؟ وده مين اللي هيقف له في الطابور دلوقتي ده؟ يا جهبل، انت مش بني ادم، انت عفريت. ايه اللي يوقفك مع عامة الشعب؟ انزل بالعيش. ايوه صحيح. عيش وشويه سلطه. سلطات، تخصص سلطات، انزل بالسلطات. ايه مالك؟ نزلي سلطه الطماطم واخلصي. سلطه. ناكل بقى. ايه ده يا بابا؟ ده شكله هيموت، نعمل له ايه؟ انقذه، اضربه على ظهره، اضربه على ظهره. طب ثواني
ايه ده؟ سيبها تفتح الباب؟ نفذ. ها سوسن اختي، ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا حبيبتي؟ وحشاني قوي يا اختي حبيبتي. ايه ده؟ انتوا بتتغدوا؟ مش تقولوا يا شيخ ده انا جعان قوي الصبح. ازيك يا ابو الناسم؟ ايه اللي جابك؟ ايه ده؟ حد يقول كده ايه اللي جابك؟ ايه يا ابو الناسم؟ انا جاي اقعد معاكم شويه بس هطول شويه كتير. ايه ده؟ ما سمعتش اخر نكته عن العفاريت؟ قول. بيقول لك مره عفريت راكب دماغه عمل حادثه مع عفريت سايق الهبل. الواد الرخم ده شكله هيضايقنا. يضايقنا مين؟ ده احنا عفاريت، يعني ممكن نوري له العين الحمراء. احنا فعلا عينينا حمراء، مش احنا عينينا حمراء؟ وروها له. بص يا حبيبي، انت خش خد شنطتك، انت اوضتك جوه، انت في بيت اختك يعني في بيتك. طبعا ما هو ده اللي عشان برضه اختي حبيبتي. لا لا بيضحك ابو الناس. ايه ده؟ ممكن ناخد بقى حبه العيش دول؟ ماشي. ايه ده؟ ده دخل على اوضتي. وانت هتسيب له اوضتك كده بسهوله؟ انصرف. هو انا لو طلبت دلوقتي ام علي هيجيبوها لي؟ ام علي تيجي فورا. انا ام علي وخفيفة الدم، انا ام علي وارتاح منها، يوم الفلاني فرفش فنجالي وروق روق روق روق، ده انا ام علي، روق 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 روق، ده انا ام علي. انت مين؟ انا ام علي. لا احنا قصدنا ام علي اللي بالمكسرات. مش ام علي اللي من المظلات. نصرف ام علي. ايه ده؟ دول جابوا ام علي فعلا. تصدق دول طلعوا طيبين مش زي ما كنا بنسمع عنهم. ربنا يخليهم لك، ده اللي بيقولوا كده دول ناس ظلمه. واضح ان في عفاريت في الشقه. يا لهوي انا كل حاجه اشوفها الدواليب بتفتح وتقفل، اللي بتفتح وتقفل. انا مش هقعد في البيت ده، انا مش هقعد في البيت ده. حتى العفاريت مش طايقه اخوكي. لا